فاكرين لما كنا بنعمل افلام جامده وبتكسر الدنيا؟ الشهرين اللي فاتوا دول رجعوا لنا الاحساس ده ب3 افلام عملوا ضجه كبيره: الهوى سلطان، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، و6 ايام. الافلام دي مش بس نجحت في الايرادات، دي كمان خدت اشاده نقديه من الجميع. فايه السر؟ وهل يا ترى السينما المصريه رجعت من تاني؟ خلينا نشوف. انا من غيرك بتوه توا. 3 افلام مميزين ان الستوري خفيف ومش معقده، يعني مش لازم عشان اعمل فيلم حلو اجيب بقى طيارات وفيلم يكون في ضرب نار واصور في 50 بلد واجيب 50,000 ضيف شرف. لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. كل الحوار محتاج حكايه تكون بسيطه. البساطه اوقات بتبقى اقوى سلاح. بساطه علي في الهوى سلطان اللي لما الدنيا تزنق معاه يتمشى بالعربيه ويسمع بهاء سلطان، او لما الدنيا تضيق مع حسن يشغل اغنيه ويرقص عليها هو ورامبو، او لما تقفل خالص مع يوسف فيخش السينما ويلاقي مفاجاه حلوه هناك، وهكذا. بساطه علاقه الصحاب اللي ممكن تتحول لحب زي الهوى سلطان. بساطه تعلق حسن برامبو صديقه الوحيد اللي دافع عنه واللي ملوش غيره اساسا واللي ما بيتبسطش غير معاه. وبساطه اختيار يوم في السنه يعوضك عن تعب السنه كلها. طول ما في حدوته حلوه يبقى لازم لها ورق جامد، فهتلاقي الشخصيات في افلامنا كلها كلامهم حلو، جاي من الشارع، جاي من طريقه كلامنا وتفاعلاتنا. مستحيل في اي فيلم من دول ما تلاقيش شخصيه انت شبهها، ولا تلاقي موقف انت ما عدتش بيه قبل كده، ولا انك تقول افيه بنستخدمه دايما في حياتنا اليوميه. هتلاقي الكيمستري والهيبره ما بين الصحاب في الهوى سلطان، العلاقه الغير مكتمله ما بين حسن واسماء، وعلاقه يوسف وعاليه اللي يمكن يكونوا فاهمين بعض اكتر من اي حد في العالم رغم انهم ما بيتقابلوش كتير. في كل كادر من ال3 افلام هتلاقي عظمه معموله. يمكن اكتر فيلم متعوب فيه قوي في التصوير هو رامبو، لكن هتلاقي في كله عظمه. اراهنك الكادرات من كتر ما هي جامده ممكن تاخدها تحطها كفر في موبايلك، ولو وريت لك اي صوره منهم هتعرف ده فيلم ايه على طول. ومشاهد اللونج شوت في الشوارع في 6 ايام اللي بتبين جمال القاهره واماكنها عبر السنين، مشهد العربيه والفرح في الهوى سلطان وغيرهم. كل شيء بينسرق مني. زي ما انتهى فيلم رامبو بدأ فيلم 6 ايام باغنيه لمحمد منير. الموسيقى جزء كبير من يومنا ومن اصاله وجمال الفن واللي بتدخلنا دايما في اي مود، والاغاني لعبت دور كبير قوي عشان تربطنا مع الافلام دي، ده بسبب حلاوتها وحسن اختيارها. ورده وشيرين وام كلثوم في 6 ايام كانوا ابطال معانا في حكايه كل يوم من الست. بهاء سلطان وجورج وسوف من غيرهم كان الفيلم مش هيبقى كامل في الهوى سلطان. ومحمد منير اللي تحس ان الاغنيه اتعملت عشان الفيلم ده بس، او انهم اصلا كانوا عايزين يعملوا فيلم بسبب تاثرهم باغنيه شجر الليمون. وعملت ايه عشان الهوى سلطان يطلع حلو؟ كان لازم يبقى فيه كيمستري هايله ما بين ابطالهم، كان لازم انفعالاتهم تظهر والباك جراوند بتاعهم تبان عشان نعرف نتفاعل معاهم، وده اللي حصل مع داوود ومنى شلبي في الهوى سلطان. حتى الادوار المسانده جيهان واحمد خالد صالح كانوا هايلين. البحث عن السيد رامبو انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي قدروا يخلوا الكلب يمثل حلو كده. الكلب كان بيمثل احسن من ممثلين بيمثلوا دلوقتي، وعصام عمر قدم عظمه حقيقيه. وفي 6 ايام احمد مالك وآية سماحة كانوا برضو هايلين، خصوصا احمد مالك. حتى الاطفال مثلوا حلو برضو. قولي اللي في المراية فهمني الحكاية. المخرج هو قائد العمل، هو اللي احنا بنشوف الفيلم من دماغه، هو المسؤول عن اختيار الناس دي كلها، هو المتحكم برتم الفيلم. هبة يسري كانت المؤلفة كمان، فعملت فيلم صادق ومليان نوستالجيا وفيه فايبس كتير من مسلسل 7 جار اللي هي كانت المؤلفة والمخرجة فيه برضه. كريم شعبان بقى بدع في 6 ايام اللي اتأثر بفيلم لا لا لاند وباست تايمز، بس مش تأثير ونقل أعمى وكوبي بيست، لا دي حاجة اوريجينال، فيلم شبه كامل. رغم ان التركيز ما كانش موجود غير مع شخصيتين بس ما تحسش بلحظة ملل حقيقي. الفيلم ده لو ما كانش فيلم مصري كان ممكن يترشح للأوسكار عادي. خالد منصور اللي كان رامبو مشروع ليه وفضل يطور فيه سنين عشان يخرج حاجة جامدة كده، وفعلا الفيلم مطلوب عليه جدا بصريا وقصصيا بيرفكت. والفيلم ده اعتقد هيبقى ترشيح مصر في الأوسكار اللي جاي، ويا رب يوصل القائمة النهائية. الخلاصة، عاوز تعمل فيلم حلو
اهتم بالورق والحكاية واتعب جدا في تنفيذها، وادي الفيلم لأصحاب المواهب الحقيقية. كفاية وسايط بقى وناس محسوبة علينا ممثلين ومخرجين وهم على الله حكايتهم. وزي ما جيل هنيدي والسقا وحلمي وفهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم طلعوا، فالجيل ده قادر انه يرجع السينما من تاني. 3 أفلام عملوا الفرق لأنهم ركزوا على الحكاية الحلوة، الأداء الرائع، والإخراج اللي بيحترم عقل الجمهور. السؤال بقى، هل الجيل الجديد فعلا هيكمل الطريق؟ وقولوا لي ايه رأيكم في ال3 أفلام وانهي فيهم هو المفضل بالنسبة لكم. وبس كده، ده كل عندي حلقة النهارده. كنت معاكم شريف أشرف ودي قناة شيكوسات. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.